مساء السعادة. أنا بقى زي أي أم مصرية، زي كل ست بيت بتحب تدفي بيتها وتدفي أسرتها، زي أمك وأمي وأمهات كتير أوي. أول ما أحس كده بالشتا وهو داخل على البيوت، على طول أحب أولع الفرن يا بنات وأدفي البيت بتاعي كده بالخير. أعمل لهم بقى الطواجن، وجنب الطواجن كده بطاطا وبطاطس مشوية. البطاطا يا بنات بيبقى فيه منها البطاطا الحلوة، والبطاطس بيقولوا عليها الأجانب البطاطا العادية. فبصوا بقى، عاوزاكوا كده تقوموا تتشجعوا وتعملوا معايا غدا النهاردة. غدا النهاردة يا بنات اقتصادي جدا وبسيط، وتقريبا كده على قد الإيه. يعني هستخدم النهاردة هنقول 30 جنيه ممكن. اول حاجه يا بنات بجيب البرام بتاعي بالشكل اللي حضرتك شايفاه، وهنا هستخدم لحوقي او هستخدم برام الموجود عندي. بحاول ان انا ادهنه بالسمنه البلدي بالشكل اللي انت شايفاه. وكل ما استخدمنا نوع سمنه حلو، الوصفه بتاعتنا هتبقى جميله جدا. لو عندك معلقه سمنه بلدي هتخليلك الطعم هايل. جبت بقى يا بنات حوالي كده كيلو من الرز الابيض المصري، وعليه كيلو وربع من اللبن. الحليب يا بنات، لأن في دول تانية بتبقى تقول على اللبن اللي هو الزبادي، أما الحليب فاللبن المعروف عندنا كمصريين. وإذا حضر الحليب لازم فنجان القهوة ده يطيب. أيوة يا بنات، أنا لازم طالما في موجود عندي حليب أعمل فنجان قهوة بالحليب. بصي بقى البن بتاعي أحطه معلقتين على السكر، طبعا على حسب ما انت بتشربي. وبعد كده يا بنات هعمل كوباية قهوة بالحليب. عبال بقى ما اظبط الاكلة بتاعتي او الوصفة او الغدوة بتاعتي النهاردة، هكون عملت بقى فنجان قهوة بالحليب يعدل كده الدماغ ويدفيني في الجو اللي انتوا شايفينه، وبيديني باور حلو قوي يا بنات. جربوه كده وانتوا بادئين يومكم، صدقونا هيديكم نشاط حلو قوي، وهيحسن مزاجكم وهيظبط مودكم. بعد كده يا بنات غسلت كيلو الرز بالشكل اللي انت شايفاه. طبعا كمية الرز على حسب ما تحبي، هتقللي او تزودي على حسب عدد افراد اسرتك. نزلت عليهم بمعلقة الا ربع من الملح، وهنا الملح يا بنات عينك ميزانك، ومعلقتين من السمنة البلدي يا بنات. لو متوفر عندنا سمنة بلدي هتبقى هايلة، تدي طعم روعة. وعليهم معلقتين من الزيت عشان يدوا فرفطة كده للرز المعمر. طبعا كلنا عرفنا احنا هنطبخ ايه النهاردة. هعمل معاكم النهاردة يا بنات الرز المعمر بأسهل طريقة. يعني عندي بقى معلقتين قشطة وش اللبن، ضفتهم على الرز المعمر بالشكل اللي انت شايفاه. يبقى انا هنا استخدمت كيلو من الرز عليه كيلو وربع من الحليب. تقدري توصليه لكيلو ونص لو بتحب الرز يبقى معجن، يعني تقريبا كده عقلة صابع وشوية فوقيها. ومعلقة من الملح، الملح يا بنات عينك ميزانك على حسب اللي انتي بتحطيه. ومعلقتين من السمنة البلدي، ومعلقتين من الزيت النباتي. الفرن طبعا بكون مولعاه على أعلى درجة حرارة، يعني تقريبا كده درجة حرارة 200، ويكون مسخن مسبقا. عندي هنا شوية بطاطا، شوية بطاطس، بتنجانة، قرن فلفل. بصي زقي في الفرن، عايزاكي تزقي. بس انا بصراحة ما كنتش متوقعة اللي هيحصل لي النهاردة. حصل لي ما لا كنت اتخيله. بعد ما حطيت يا بنات البطاطا بالشكل اللي انت شايفاه، طبعا الفرن بتاعي يدوب كده على قد المكان اللي انا فيه وعلى قد انا وولادي. جايبه فرن محندق كده 80 سنتي، فبيبقى على قد كده وعلى قد الحاجه اللي انا بعملها. ولعت بقى النار. طبعا لو النار عندي عاليه انا ما بشغلش الحراره من فوق خالص، بكتفى بس بالنار اللي تحت، الشعله اللي هي تحت الصاجه على طول. وبدات بقى اصب القهوه بتاعتي. شايفين بقى القهوه ليها وش، وبصراحه ريحتها يا بنات هايله، جايبه لاخر المكان. قهوتي بقى بحب بدل السكر استبدله بمكعب شوكولاته، بتبقى تحفه تحفه تحفه. جبت بقى يا بنات انا اللبن اللي انا استخدمته كان لبن بقري، وطبعا السمنه والزيت والرز موجودين عندنا. جبت 2 كيلو بطاطس ب15 جنيه، حجمهم كده قد ايه، نقول قد البيضه. تمام يا بنات. كل ما كان حجم البطاطس صغير في الوصفه دي كل ما كان طعمها هايل.
من التلاجة طبعا احنا متسوقين اول الاسبوع، فمن التلاجة بقى جبت حوالي 6 قرون من الفلفل، على بتنجانية، على كام حباية طماطم، واشرب شفطة من القهوة القمر اللي انت شايفينها دي، وابدأ اجهز بقى الحاجة بتاعتي. قشرت البطاطس، وهنا يفضل يا بنات ان انتوا تسلقوا البطاطس بالقشر بتاعها، بس انا هنا قشرتها وجبت عليها شوية من الملح وغطيتها بالمية ورفعتها على النار، وطبعا غطيت الحل. وهنا المفاجأة يا بنات، الصدمة اللي كانت بالنسبة لي كانت صعبة أوي. كان نفسي أوريكم الرز المعمر في الفرن الفلاح، بس للأسف الأنبوبة خلصت وشطب، فكان الفرن المنقذ أو بديل الفرن كان منقذ معايا النهاردة. بس طبعا وللأسف المفروض إن أنا كنت أحميه، ما ولعتش عليه ولا سخنت الحلة، فلون المعمر ما كانش قد كده معايا. الفلفل يا بنات بشققه كده عشان ما يفرقعش معانا وانا بحمره، والبتنجان بقطع شرايح بالطول. انا بقى جبت القرن الفلفل ده وقعدت ازقز فيه كده، طعمه كان بصراحة هايل. البطاطس بقى بحمرها طبعا بعد ما اتسلقت، وبعد ما خلصت الرز المعمر بدأت ان انا انقل البطاطا على الغطا بتاع الحلة، لحين ما اجيب بقى لحد ما اجيب صاجة للفرن المتنقل بتاع. طبعا عملت معاكم الفرن المتنقل وعملت فيه حاجات كتير قوي، وبصراحة يا بنات كان بالنسبة لي حاجة كده اختراع يا كوتش. حمرت بقى يا بنات البطاطس، وبدأت بقى في تحمير الفلفل والبتنجان بالشكل اللي انتوا شايفينه. وهنا يا بنات عشان الفلفل يطلع معانا هايل، ما بحبش اعلي النار قوي عليه عشان ما يتحرقش معانا، لان الجلدة بتاعته بتكون رقيقة. وهنا بقى يا حبايب قلبي ببدأ اقلب الفلفل على الجنبين لحد ما ياخد اللون القمر اللي انتوا شايفينه. البطاطا اللهم بارك كرملت كده ونزلت الكرميشن بتاعها، بصوا بضغط عليها بلاقيها استوت وبقت زي الفل. لون الرز المعمر تحفة تحفة تحفة، حاجة كده فاخر من الآخر. الرز يا بنات مفلفل وزي الفل بجد بجد، حاجة كده زي العسل. ده بقى يا بنات بالنسبة للقرى بتاعة الأرياف بيبقى اسمه أكل أنفار، وده لأن لما الناس بتيجي سارحة الأراضي أو الغيطان بيعملوا لهم الأكل، هو بالنسبة للفلاحين أكل بسيط. وده لأن طبعا عندهم الحليب متوفر، لأن عندهم مواشي ربنا يزيد وبارك، وبيبقى عندهم البطاطس من قلب الأرض بتاعتهم. الرز طبعا بيبقى موجود برضو زارعينه في الأرض بتاعتهم. البتنجان والفلفل والطماطم هم يدوب اللي بيشتروه. لو الأكلة دي بقى انت بتقدميها في بيتك، تقدري ان انت تجيبي لكل فرد من الأسرة حباية بيضة جنب الرز المعمر والسلطة والخضار اللي متحمر ده، صدقيني وجبة هايلة. بصي وجبة زي الفل. بص هتدفي ولادك جدا، هتشجعهم على الأكل، بصي هتحسسهم ان هم عايشين في أجواء تانية خالص. ده بقى يا بنات كان الغدا بتاعنا النهاردة، الفلفل طبعا المقلي وبطاطس محمرة وبتنجان وسلطة والرز المعمر. حلينا بايه بقى يا بنات؟ حلينا تحلية فلاحي بسيطة جدا، ودفينا البيت وعملت لهم بقى شوية بطاطا كده حطيتهم ورا الرز المعمر. بصي كانت الأكلة بجد ناقصاكم، حاجة كده زي الفل. طعم الرز المعمر طبعا في الطاجن بيختلف جدا وبيفرق جدا جدا، وبيبقى زي الفل. صدقوني يا بنات الجناب بتاعة الرز المعمر وأرضية الرز المعمر أحسن من الوش كمان. يعني الرز المعمر محمرش قد كده من الوش، لكن بصراحة الأرضية يا بنات تحفة وطرية جدا والله، مش محروقة، مش ناشفة، طرية جامد يا بنات وزي الفل. لو عجبتكم الوصفة ما تنسوش تحبوا بعض.